تخيل امير مقتنع تماما انه بقرة وبيترجى الناس في القصر ان هم يذبحوه. يا ترى ازاي المعضلة دي ممكن تتحل؟ بطل قصقوصة النهاردة مش اي طبيب، ده امير الاطباء اللي سبق عصره، ابن سينا. في البداية كده عشان تفهم دماغ الراجل ده فلازم تعرف ان هو كان طفل معجزة. اتولد سنة 370 هجرية في بخارى في اوزبكستان حاليا، وحفظ القرآن وعلوم الدين وهو عنده 10 سنين بس. ولما وصل 18 سنة كان عبقري في الطب، لدرجة ان دكاترة كبار وعجزوا كانوا بيجوا يتعلموا منه. ومن كتر هوسه بالعلم يقال انه قرأ كتاب الفلسفة بتاع ارسطو حوالي 40 مرة عشان يحفظه، ده غير كل الكتابات الطبية لأبقراط. وخلينا بقى نرجع لقصتنا الأساسية. الأمير ده جاله مرض نفسي شديد اسمه وقتها الميلانخوليا، واللي طلع منها كلمة الميلانخوليا عندنا دلوقتي، وهو حالة من الاكتئاب الشديدة جدا خلته يمتنع عن الأكل تماما، وبيصرخ وبيقول لهم اذبحوني واطبخوا لحمي للناس يستفيدوا منه. كل الاطباء في الوقت ده فشلوا لحد ما جابوا ابن سينا، واللي ما عملش زي كل اللي سبقوه قال ده مجنون واربطوه خلاص، لانه كان مقتنع ان المرض العقلي والنفسي ليه علاج زي اي مرض عضوي تاني. فدخل القصر ومعاه سكينة جزار كبيرة وبيصرخ وبيقول فين البقرة عشان نذبحها النهارده. الامير فعلا فرح جدا ونام مستني عشان يتذبح. ابن سينا بقى قرب منه وجس نبضه بجدية شديدة، وبص كده للناس وقال لهم البقرة دي نحيفة جدا وما فيهاش لحم، هلفوها كويس عشان تنفع تتذبح. الامير من فرحته بدأ ياكل بشراهة، وبكده عالج حتة امتناعه عن الاكل. والاكل ده ما كانش مجرد اكل عادي. وهنا بقى بتيجي عبقرية ابن سينا الطبية. ابن سينا كان طبخه مع اعشاب وادوية مهدئة ومضادة للاكتئاب، بتعالج الخلل الكيميائي اللي مسبب له الهلوسة دي من الاساس. ومع الوقت الدواء بدأ يشتغل، والأمير استرد صحته وعقله. وبكده ابن سينا قدم البرهان إن المرض النفسي ممكن علاجه، وإنه مش مس شيطاني زي ما ناس كتير كانوا بيتعاملوا معاه في العالم في الوقت ده. وعبقرية ابن سينا ما وقفتش عند حدود الشرق. الراجل ده ألف موسوعة القانون في الطب، الكتاب اللي أوروبا فضلوا يدرسوه كالمرجع الطبي الأساسي عندهم لأكتر من 600 سنة، وكان شارح فيه أمراض معقدة وكيفية علاجها زي الصفرة والتهاب الزائدة الدودية. وأطلقوا عليه في أوروبا اسم أفيسينا، وعلقوا صوره في قاعات التدريس عندهم اعترافا بفضله. واستنونا في قصة جديدة من علماء في الإسلام. سلام.